بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن الفنانة الجميلة الراحلة ماجدة الصباحي اللي كانت في بنات جيلها أحسنهم بمكانتها وجمهورها اللي كان بيحبها، وكانت رقيقة جدا وصوتها المبحوح ده كان بيديها عزوبة وبيديها كمان يعني حب كمان الناس لأنها كانت قريبة قوي منهم. هنتكلم النهارده عن أسرار كتير في حياتها، سر تغيير اسمها، وسر القُبلة اللي حيّرت الدنيا كلّها، ووقفت فيلم سَنة كاملة، وهنتكلم عن زواجها، وهنتكلم عن طلاقها، وهنتكلم عن سبب الحقيقي لموتها، وهنتكلم عن ديانتها إن هم كانوا قالوا إن هي يهودية، ولكن دي كانت طبعًا إشاعة وهاقول لكم بالتفاصيل. ابقوا معايا للآخر هتعرفوا حاجات كتير أوي في حياة الفنانة الجميلة ماجدة. آآ إحنا هنقول الأول هي عندها 89 سَنة الله يرحمها لمّا ماتت، وماتت بأمراض الشيخوخة والزهايمر، و وكانت بقى بداية حياتها. هي كانت اسمها عفاف الصباحي، وولدت في 1931 وفي مدينة طنطا طبعًا بمحافظة الغربية، وأتمّت دراستها لمّا حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية. طيب بدأت إمتى؟ كان والدها بيعمل موظفًا في وزارة المواصلات، وحياتها الفنية آآ كانت يعني هي مبتغاها إن هي تبقى فنانة، وهي كان عندها 15 سنة، وكان أهلها كمان ما كانوش يعرفوا إن هي أول فيلم مثلته قامت بتغيير اسمها، وسمت نفسها ماجدة حتى عشان ما يعرفوش يعني إيه إن هي ديّة ماجدة بنتهم أو حد من البلد يعرف يعني. وبدايتها الحقيقية كانت في فيلم وكانت سنة 1949 برضه، بس كانت في فيلم الناصح مع إسماعيل ياسين، حيث طلبت آنذاك تغيير اسمها في التتر عشان ما حدش طبعًا يعرف زي ما قُلت لكم. وبعدين الفيلم اتعطّل سَنة ورجع تاني إيه، كمّلوه لمّا يعني عدّوا المشكلة دي. عملت أدوار كتير خالص في السينما، وأحسن أدوارها في فيلم العمر لحظة، والمراهقات، وجميل أبو حريت، والرجل الذي فقد ظِلُّه، وأفلام كتير أوي، أوي، هجرة الرسول أشهرهم. آآ وأخرجت كمان أفلام، يعني فيلم جميل أبو حريت أخرجته وأنتجته، وفيلم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام برضه أنتجته، وأنف وثلاث عيون. المهم كانت بقى الفنانة ترفض بشدة إن حد يقبّلها في الفيلم، ما فيش بوس خالص، أنتم عايزين نعمل الفيلم يبقى ما حدش يبوسني خالص. ورفضت إن أي فنان يبوسها، حتى الفنان فريد الأطرش اللي كان فيلم من أجل حبي، وكان الفيلم هيتوقف بسبب إن هو عايز يبوسها وهي تقول لأ، كفاية الأحضان بس أو مثلًا القرب من بعض هيوصّل المعنى، لكن البوس ما مش هيجيب يعني مش هيعمل نتيجة يعني. والمخرج الراحل عاطف سالم كان دايمًا بيقنعها إن هي يعني تتبَث، فكانتش هي كانت بترفض يعني. المهم المخرج راح متصل، بس ده كان في فيلم بقى شاطئ الأسرار، اتفق مع عاطف سالم وعمر الشريف مع بعض، إن عمر الشريف يروح خاطف بوسة منها كده وهُم بيتكلموا علشان إيه، ما تاخدش بالها. طبعًا هي رفضت بشدة لمّا علمت، وكان الأمر هيتحول لثورة من الفنانة ماجدة، أمّا عمر الشريف راح بايسها مرّة واحدة كده، وكان الخلاف يعني أدّوا إلى وقف تصوير الفيلم فترة. المهم أصرِّت ماجدة على حذف المشهد ده، ولكن بعد كده أقنعوها وخلاص مشي الحال. المهم ما فضلتش فترة كبيرة متمسكة بالموقف بتاع القبلات، لكن بعد كده في فيلم مع المراهقات مع رُشدي أباظة، خلاص وافقت على البوس، قالت ده بيخدم الدراما يعني، وكانت دايمًا بترى زي ما قُلت لكم العناق والأحضان دون قبلات، هو بيوصّل إيه، الإحساس. عاشت ماجدة قصة حُب، أول قصة حُب مع صديق شقيقتها، ولإن الموضوع ده باء بالفشل، عشان كانت شقيقتها هي الكبيرة لازم تتجوّز الأول، ده يعني سلوِنة، سلو اللي هم الفلاحين يعني. معلش يا جماعة أنا عندي نزلة برد وصوتي مخستك شوية. المهم قعدت فترة بعد كده اتخطبت لمين،
أول خطوبة ليها كان سعيد أبو بكر اللي كان عامل دور شيبوب في فيلم عنترة ابن شداد. بعد كده اتفسخت الخطبة، رجعت تاني تزوجت من الراحل إيهاب نافع اللي أنجبت منه بنتها الوحيدة غادة. وقعدت برضه فترة كبيرة كده، وبعد كده تم الطلاق، قالوا عشان ما فيش تقارب في وجهات النظر أو التفكير كده يعني. وهي بس بعد كده بنتها قالت على السبب الحقيقي، وهي قالت إن هو أبوها كان بيغير على أمها جدا جدا. وكانت هي قريبة من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، لأنه كان قائد جوزها الأعلى طبعا في الطيران، وكانت هي قريبة منهم وقريبين منها وكده. المهم دخلت ماجدة في مجال الإنتاج وأنتجت أفلام كتير زي ما قلت لكم، وأخرجت برضو أفلام، واختيرت كعضوة لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات في دمشق وفينيسيا وكتير يعني من البلدان. قالوا ده هي يهودية علشان كانت بتسكن جنب السفارة اليهودية، ولكن دي كانت إشاعات لأنها كمان كانت بتدرس عبري. قالوا بقى دي كلها إشاعات، وهي مسلمة من أهل مسلمين. آمم، كتبت السيرة الذاتية وقالت طبعًا الكلام ده خاطئ فيّا، وقالوا ونفت بجد إن هي يعني يهودية. ارتبطت ماجدة بعلاقة قوية مع سوزان وولادها زي ما قُلت لكم، وعاشت مرض الشيخوخة، وكانت اللي هم كانوا ماسكين لها شغلها ضحكوا عليها وخدوا منها أموال كتير. ولكن في الآخر بقى المحكمة حطت التصرف كله تحت إيد بنتها، علشان الناس اللي كانوا بيسرقوها والكلام ده، عشان بنتها تاخد بالها من حاجتها، وهي بنتها ما رفعتش دعوى عليها ولا حاجة، ده هي كمان بمحض إرادتهم. وهي شاركت كمان في لجنة التحكيم الدولية في مهرجان موسكو. المهم يعني كتب اسمها على دار عرض جري افتتاحه في عام 1992 في ميدان حلوان جنوب العاصمة المصرية. ودار عرض دور عرض أخرى باسمها، يعني كرمها الرئيس السابق عدلي منصور في عيد الفن. وهي دي قصتها. وبنتها ما يعني فضلت معاها لغاية ما توفت، وكانت شايلاها وسنداها الله يرحمها. فنانة جميلة ومحترمة وكلنا كنا بنحبها، واتكرمت كتير، وكانت فنانة يعني بمعنى الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله.